نشوف فيه ليونيل ميسي داخل المنتخب الوطني المغربي. اذا الحمد لله المنتخب الوطني المغربي يفوز على المنتخب زامبيا، وكنتأهلوا حنا في راس المجموعه. المنتخب الوطني المغربي كيتأهل في راس المجموعه. الدراري ما تنساوناش باللايك وتابوناو في لاشين ونبداو الفيديو على بركه الله. شوف اليوم المنتخب الوطني المغربي تأهل في رأس المجموعة. اللي تأهل الثاني تأهل منتخب مالي، تعادل مع جزر القمر، تأهل هو الثاني. منتخب جزر القمر للأسف كيغادر البطولة. المنتخب زامبيا كذلك كيغادر البطولة. كيضل المنتخب الوطني المغربي والمنتخب المالي اللي كيتأهلوا دور الثمن. غنهضروا في التشكيلة اللي دخل فيها وليد الركراكي المباراة. وليد الركراكي كيدخل بالخطة المعتادة ديال 4-3-3. الخطة اللي دخل بها اليوم هي الخطة اللي مولف يدخل بها، والرسم التكتيكي معروف عند وليد الركراكي ديال 4-3-3. هي في الاختيارات اليوم اللي كانوا اختيارات رائعة، وهادو هما اللي كنا كنوهوا عليه وكنا كنقولوا لوليد الركراكي لازم 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 دير تغييرات في التشكيلة، راه من الأفضل. لهذا وليد الركراكي كنت كنحس به سمع المتطلبات ديالنا. كظهير ايمن دخل محمد الشيبي كما كنت متوقع. كان خط الدفاع نايف اكرد، كخط الدفاع في الجانب ديال نايف اكرد ادم مسينا اللي قدم مباراه خرافيه. ترجعوا لهذا الشيء هذا. نصير مزراوي كيرجع للظهير الايسر وكيبدع فيه. هو اصلا كيلعب في اي مركز حطيتيه نصير مزراوي كيبدع فيه. عندنا كارتيكاز كلاعب الربط نائل العناوي. هاد الخصيم هذا اللي قدم لنا اليوم مباراه خرافيه. عندنا اسماعيل السيباري اللي كيرجع للمركز ديالو وكيقدم لنا مباراه في المستوى العالي. عز الدين أناحي اليوم اللي كنشوفوه تحرر من الضغط اللي كان عليه في المباريات وكيعطينا مباراه تحفه، مباراه رائعه صراحه من عز الدين أناحي. عندنا ابراهيم دياز في الخط الهجوم اللي قدم لنا هو افضل لاعب في المباراه. ابراهيم دياز هو افضل لاعب في المباراه. قطعه نادره كنمتلكوها في المنتخب الوطني المغربي هو ابراهيم دياز. عندنا ايوب الكعبي كراس حربه واليوم ابدع بكل كلمه، ابدع رائع. ايوب الكعبي كيسجل 2 اهداف وابراهيم دياز كيسجل هدف واحد. عبد الصمد الزلزولي، شوف باش نكونوا واقعيين اي لاعب كتحطه في المركز ديالو كيبدع. هادشي نبداو من الدفاع والخطه اللي دخل بها وليد الركراكي. شوف محمد الشيبي علاش انا قلت لكم محمد الشيبي متمرس جدا في القاره الافريقيه، واليوم كيقدم لنا مباراه في الظهير الايمن، كيقدم لنا مباراه خرافيه. نايف اكرد كيقدم لنا مباراه خرافيه. ادم مسينا نقطه الضعف اللي كانت عندنا عالجها وليد الركراكي في جواد الياميق. اليوم كيلعب ادم مسينا لاعب ملاعبي، باش نكونوا واقعيين ملاعبي، حيت هو اصلا ادم مسينا كان كيلعب كسبعه في الهجوم، ومع المده رجع كظهير والان كتثبتو طورينو في الدفاع في اللاك ديال الدفاع وكيقدم مباريات رائعه. اليوم ابدع وكان نقطه القوه ديال المنتخب الوطني المغربي، وكان واحد التوازن كبير من ادم مسينا لاعب يعني صراحه قدم لنا مباراه خرافيه. نصير مزراوي شنو غتقدر تقول على هذا اللاعب؟ وشكون اش تقدر تمدح في هذا اللاعب؟ مدحنا فيه ما فيه الكفايه. الحاج شي حاجه مباراه خرافيه كيقدم لنا مباراه خرافيه. كنهضروا على نائل العناوي، كنت كنطالب نائل العناوي يلعب لنا كارتيكاز ويخرج لنا الكره، حيت ما عندناش من موراه واحد اللاعبين اللي كيخرجوا كره بواحد السلاسه. اليوم وليد الركراكي كيشوف في المتطلبات ديالنا وكيرجع لنا نائل العناوي كلاعب ارتكاز كلاعب ربط. كان اليوم صراحه مبدع. استمتعنا بنائل العناوي وكيفاش كيخرج الكره. يا هاد الناس كيفاش كيخرج الكره راه شي حاجه خياليه. كيلعب في اليسار، كيلعب في اليمين، كيلعب كره طوليه للعمق، كيلعب لاعب استثنائي. خلينا من هذاك اللاعب ديال الطوبيس المتحرك، نتوما عارفين على من كندوي. كيلعب مع ماسينا
لا كان ماسينا وكيلعب مع نايف اكرد ويلعب مع الشيبي ويلعب مع مزراوي، لا كانوا هادو كيبقى يلعبها تما، كيبقى يلعبها في البلاصه ديالو. حنا ما بغيناش لاعب بحال هكاك، حنا كنمتالكوا ملاعبيه كبار في خط الوسط ونلعبوا حنا نوعيه هذاك اللاعب راه حشومه باش نكونوا واقعيين. اسماعيل السيباري المباراه اللي فاتت امام مالي شناه لعب كجناح ايسر. اسماعيل السيباري ليس بجناح ايسر، وانا هذه النقطه هذه شرحتها لكم. اليوم اسماعيل السيباري لعب في المركز ديالو، وكيدخل في الزياده العدديه، وكيولي هو صانع العاب. اليوم اسماعيل السيباري ابدع، ما يقدرش شي واحد يقول لك اسماعيل السيباري اليوم كان ناقص. ابدع اسماعيل السيباري بكل صراحه. عز الدين اناحي تحرر بقى كيلعب لينا في جميع خط الوسط، ولا كيتحرك فيه عز الدين اناحي نحله تحرك وسط الميدان بكل صراحه. عز الدين اناحي اليوم ابدع، تبارك الله ما شاء الله على هذا الاداء الكبير. عندنا ابراهيم دياز، اش تقدر تقول في ابراهيم دياز؟ لاعب استثنائي. كنشوف فيه ليونيل ميسي داخل المنتخب الوطني المغربي. ابراهيم دياز لاعب امام لاعب ما تقدرش توقفه. نقطة القوة ديال ابراهيم دياز هي في المساحات الضيقة، وملي كيكون عندك هذوك التكتلات الدفاعية. ابراهيم دياز عنده الالغاز ديال اللي يفك لك الشفرات ديال المدافعين. تبارك الله ما شاء الله. اليوم قدم لنا مباراة خرافية، مباراة للكمال. واخا انا كنت ضد ابراهيم دياز يخرج في هذه المباراة، من خرج ابراهيم دياز نقص المستوى ديال المنتخب، ولكن كنا رابحين وماشي مشكل. ملي كنكونوا رابحين ما كنبقاوش نهضروا بزاف للامانه. عندنا عبد الصمد الزلزولي اللي كنا نطالبوا من وليد ركراكي من اول البطوله. عبد الصمد الزلزولي راه لاعب استثنائي يا هاد الناس. عبد الصمد الزلزولي في المساحه كيكون سريع، وكيكون من اللاعبين اللي كيديروا الفرق. لاعب كيدخل الكاري، لاعب كيكون خطير على المرمى، لاعب استثنائي عبد الصمد الزلزولي. لهذا كنا حنا دائما كنطلبوا من وليد ركراكي عبد الصمد الزلزولي ثبتوا لنا خويا في هذاك الجناح. راه لاعب استثنائي ولاعب كيمر بواحد المرحله اللي هي افضل مرحله في المسيره ديال عبد الصمد الزلزولي. لاعب خصنا نستافدوا منه في هذه كاس افريقيا، ولاعب استثنائي بكل صراحه. ايوب الكعبي المنتوج المحلي. ايوب الكعبي كنا فرحانين ليه. اليوم يسجل ايوب الكعبي الهدف الثالث في البطوله له، بحالو بحال ابراهيم دياز. اليوم ايوب الكعبي تيبدع. شنو غتقول على ايوب الكعبي؟ يا راه مباراه خرافيه كيفاش كان كيتحرك، والاهداف اللي سجل، المركز اللي كان كيتمركز، كيفاش كيدخل وسط المدافعين، كيفاش كيتحرك في المساحه. راه شي حاجه صاحبي. اليوم تبارك الله ما شاء الله، مباراه للكمال لايوب الكعبي بكل صراحه. والسيزون اللي ضرب سيزون خيالي. ما يجيش شي واحد يقول لي البيت اللي سجل ايوب الكعبي الهدف الثاني راه فيه تسلل. انا راه مغربي يا خويا، انا هذاك هدف بالنسبه لي انا 100%. راه ما تظلمنا في افريقيا وحيدوا لنا اهداف وحيدوا لنا البيلانتيات وحيدوا لنا هذاك اخويا، راه هدف 100%. ما تقوليش. وهدف خرافي ديال ايوب الكعبي من سيزو رائع. وشحال قدك غتبقى تماركي في هاد السيزوات ايوب الكعبي؟ شحال غتماركي لنا في هاد البطوله ديال كاس افريقيا؟ شحال غتماركي ديال السيزوات؟ السيزو الثاني كيسجل جوج الاهداف من دوبل كيك، من سيزو رائع بكل صراحه. ايوب الكعبي كيبدا علينا وكيرجع بهذاك المستوى. انا راه قلت لكم ايوب الكعبي كيمر بافضل مرحله لايوب الكعبي في المسيره ديالو. ايوب الكعبي يستحق يكون قائد للهجوم ديال المنتخب الوطني المغربي. كيمر بواحد المرحله اللي هي رائعه بكل صراحه. ياسين بونو اليوم ما شفناش في المرمى. علاش ما شفناش في المرمى؟ كلكم غتسولوا على ياسين بونو، حيت كانوا لعابا حدا هاد الجوج هادو، ماسينا واكرد، اللي كانوا اليوم مدايرين واحد الماتش كبير. ما يجيش شي واحد يقول لي راه الخصم اللي كنا لاعبين معاه راه ضعيف. واخا ضعيف
واخا من جيل الثالث، من التصنيف الثالث، واخا هكاك انا راه في بطوله. ايتها نقطه وايتها هدف في الصالح ديالي، تجيوش انا تخربقوا عليا. حنا دابا في بطوله، كل مباراة تناقش على حدة. تبارك الله وما شاء الله، ومبروك التأهل لجميع المغاربة، ومبروك التأهل لهاد اللعابة واللي ستاف ديال وليد الركراكي ولوالد الركراكي، ومبروك لينا حنا كجمهور مغربي وشغوفون بالكرة ومحبين ديال الكرة. وشكرا لكم يا رجال بكل صراحة.